انا عايزه اوجه رساله للدكتور البرادعي. اتفضلي. اقول له ما تسيبناش يا دكتور، مهما عملوا ما تسيبناش. الناس تعبانه جدا يا دكتور محمد، الناس تعبانين جدا. انا جاني سرطان في عز شبابي. ليه؟ الاكل ملوث يا دكتور محمد. يا مدام نبوي، تفتكري دكتور محمد ممكن يقدر يعمل لك ايه؟ يرشح نفسه للرئاسه باي طريقه، ما تقوليليش باي طريقه. يعني انا عايزه اقول له ان مفيش بيت في مصر النهارده ما فيهوش مرض. اللي عنده فشل كلوي، واللي عندها سرطان، واللي عنده كبد وبائي، عايزين رغيف عيش نظيف. انا املي في ربنا وفي الدكتور محمد. ساعدوني عشان اساعدكم. عاوزين هذا البلد يتغير، لازم كل واحد منكم يشارك في اظهار رغبته. انت مظاهرة على ايه؟ الدنيا حلوة والحياة حلوة، فاهم انت؟ هنعمل مظاهرة على ايه؟ احنا نقلد بره؟ مش هينفع يعني المظاهرات، تغسيل العربيات والولعة وضرب الناس وضرب الشرطة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. بس الجميل بقى ان الشباب دول عارفين الوحيد اللي كان ليه 7 مطالب اساسيه من البدايه كان الدكتور محمد البرادعي، وكان مصمم من اول يوم يقول لك الرئيس يغادر الحكم. ده كان مطلب الدكتور. رجعوا من اول الثوره، او رجعوا لا من قبلها ب5 ايام. اصلا انا المشكله عندي ارشيف جيد، فبقعد استرجع واقعد اذاكر واقعد اقرا اشوف مواقف الناس ايه. الدكتور البرادعي من 1.5 سنة 2 بدا يقول هذا الكلام. لا انا ارشح رئيسا للجمهوريه. يعني انا طبعا اعتقد ان الدكتور محمد البرادعي واحد من الاسماء المهمه جدا التي يجب ان نلتفت بقوه الى الدور اللي لعبه في الفتره الاخيره من فبراير الماضي. انا سانحاز للدكتور البرادعي ولو كان معركه خاسره، لان انحاز ضد مبارك عندما كان معركه خاسره. وانا رايي ان هذه البلد تستحق انسان لديه رؤيه عالميه، راجل لديه خيال، راجل كان ممكن يقعد في بيته انا مع اللي ضحى وليس مع اللي جاي يقتص. يا عزيزي انا براهن على واحد، والشعب المصري كان بيتضرب بالجزمه وقف وعرض نفسه وسمعته وبنته ومراته. انا يشرفني ان اكون في خدمه الشعب المصري كوكيل عنه، واستطيع ان اعمل معه كرئيس لجمهورية مصر العربية، وإنما خادم للشعب ووكيل عنه وليس وصيا عليه. وليس أود أن أقنع الشعب المصري. إذا الشعب المصري اقتنع بي فسأكون سعيد، إذا الشعب المصري اقتنع بشخص آخر فسأكون سعيد، وسأستمر في خدمة مصر من أي موقع أنا فيه يريد. طيب. وهو أمر غير مقبول. وبالمناسبة عبد العظيم وزير هو من المحافظين الموجودين من النظام السابق، وربما كان احد الاسباب انه ينتمي للنظام السابق في نظر البعض. ايضا انا اقف هنا في مدرسه الخديويه انني كنت اقف هنا ايضا ايام انتخابات البرلمان وانتخابات الشورى التي لم يظهر بالفعل ولا بالطبع يعني، ولكن الجميع هنا لما بنصحى نلاقينا بين حضرنا وفي عز الاحتياج لحضن يضمنا، وفي عز الاشتياق لحضن يضمنا، قادرين ازاي ندوس على قلب حبنا وبقينا ازاي كده. انا جدي كان في هيئه كبار العلماء في شيخ الازهر، يعني انا مانيش خواجه. اذا كان زوجتي كان حد اظن قال ان يعني اصلها من كفر الدوار لازم تنضم في الاتحاد الاوروبي كفر الدوار. يعني بنتي زوجها مسلم، تزوجوا في السفاره المصريه في فيينا على الشريعه الاسلاميه، وكان شاهد زواج السفير رمزي عز الدين رمزي سفير مصر في فيينا.
هو دخل في الاسلام دخل قبل ان يوقع عقده. ايوه بالظبط. التعليم الخيانة واللعب بالبشر أجمل ما فينا أصبح حتة حجر. التعليم الخيانة واللعب بالبشر ومين اختار لنا واحنا ازاي رضينا؟ مين اختار لنا واحنا ازاي رضينا نعيش وحوش في غابة ونقول مكتوب علينا؟ وبقينا ازاي كده؟ يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي مني. ومن يوم هيجي مليان جرح وألم هتدور الدايرة بينا وهندفع الثمن. ومن يوم هيجي مليان جرح وألم هتدور الدايرة بينا وهندفع الثمن. وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك، وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك. مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجعك، مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجعك. وبقينا ازاي كده؟ ما تسيبناش يا دكتور، مهما عملوا ما تسيبناش.